ودلوقتي ملكة الإحساس مع ميرنا مدكور على راديو العيلة. يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعين راديو العيلة اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفي برنامجكم ملكة الإحساس. هكون معاكم أنا ميرنا مدكور كل اتنين الساعة 6. عنوان حلقتنا النهاردة الطلاق الغيابي. في الحقيقة إنها إشكالية في منتهى الأهمية بتهم الكثير من الأسر، وهي الطلاق الغيابي وما يترتب عليه شرعا وقانونا. في البداية الطلاق الغيابي لا يشترط أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ولا يشترط علمها به، فمتى ما تلفظ به بيعتبر طلاق صحيح وواقع. وأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سأل عن غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة وتطليقه لها بينه وبين نفسه وعدم إخبارها بأمر الطلاق، فكانت الإجابة إن الطلاق واقع إذا تلفظ به الزوج باللسان حتى لو لم تعلم الزوجة، وإذا حاضت الزوجة 3 مرات بدون علمها بالطلاق بتكون عدتها قد انتهت بالفعل. طيب، في بداية كلامنا النهاردة هعرفكم يعني إيه طلاق غيابي للناس اللي مش عارفة. الطلاق الغيابي هو طلاق بيتم بحضور الزوج وشهود أمام مأذون شرعي لتوثيق الطلاق بغير الزوجة وبدون حضورها، وفيه بيقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام 2 من الشهود، ليقوم المأذون الشرعي بتحرير إشهاد طلاق غيابي. طيب، إيه هي الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي؟ 1. بطاقة الزوج و3 صور منها. 2. صورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها. 3. أصل وثيقة الزواج عند المأذون الشرعي أو بيان زواج صادر من السجل المدني مع صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون. 4. 2 شهود مصريين ومسلمين بيكونوا بالغين سن الرشد. وطبعا لازم يكون المأذون حاول الإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، وأن يقرب بينهم وأن يبذل كل مساعي الإصلاح بينهم، والحرص على بقاء الأسرة قائمة ومتماسكة وعلى مصلحة الأولاد في التربية وسط الأب والأم. الطلاق الغيابي بيتم عند مأذون شرعي بحضور الزوج و2 شهود. بيقوم الزوج بالتوقيع في خانة المطلق وكذلك الشهود، وبيكتب المأذون عدد الطلقات سواء كانت أولى أو تانية، وهي بتبقى طلقة رجعية. بيحق للزوج فيها إنه يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، وهذا ما أكدته المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية. إزاي الزوجة بتعرف بالطلاق الغيابي؟ الطلاق الغيابي أو الطلاق الرجعي بيتم بتوقيع الزوج والشهود وكتابة الزوج إقرار باسم الزوجة وعنوان إقامتها تحت مسؤوليته القانونية، وهو ما ورد في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية تحت مسمى قانون الأسرة، اللي طبعا بينص على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوم، وإلزام المأذون الشرعي بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابي على يد محضر محل إقامة الزوجة اللي بيقر بيه الزوج، وإلزام الزوج ببيانات الزوجة صحيحة حتى يصل العلم لها بالطلاق ويترتب الطلاق آثاره الشرعية والقانونية. إيه هي عقوبة بيانات الزوجة الخطأ في الطلاق الغيابي أمام المأذون؟ كتير من الأزواج بيحضروا أمام المأذون الشرعي في إنهاء إجراءات الطلاق الغيابي، والغرض ما بيقر بعنوان غير صحيح للزوجة لتحقيق غرض ما في نفسه، فليصل الإعلان بالطلاق للزوجة. لذلك رتب ونص القانون على عقوبة الزوج بالحبس أو الغرامة، وهذا ما ينص على المادة 23 من الأحوال الشخصية. يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تتجاوز عن 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز عن 200 جنيه. وإذا خالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 و6 بيعاقب بالعقوبة ذاتها لو أدل الموثق ببيانات غير صحيحة عن نفسه لو هو طبعا شخصه. طيب، وقت اكتشاف الزوجة إنها مطلقة من زوجها بعد وفاته وما كانتش تعرف، المادة 18 نصت على ترتب أثر الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب أثاره من الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، بمعنى إن هي ليها إن هي ترث الزوج اللي طلقها وهي مكانتش لسه تعرف إن هو طلقها، وممكن تكون حتى كانت تعيش معاه من غير علمها بالطلاق، في الطلاق وقتها معرفتها بيه. وطبعا على الزوج إن هو يبقى عارف إن الطلاق الغيابي بيدي الحق للزوجة
إن هي تطالب بكافة حقوقها الشرعية، وهي مؤخر الصداقة المدون في وثيقة الزواج والنفقة العدة والمتعة أمام محكمة الأسرة، ومن حقها طبعا قائمة المنقولات الزوجية. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، يستنونا في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة وموضوع جديد في برنامجكم ملكة الإحساس كل اتنين الساعة 6. وما تنسوش تتابعونا على جروب ميرنا مدكور للمحاماة والاستشارات القانونية. كنتم مع ملكة الإحساس على راديو العيلة.